السلام عليكم، انا محمد ودي قناه تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البدايه نصلي على النبي ويلا بينا. مسلسل النهارده بيتكلم عن علاقه زواج اشبه بانها تكون علاقه مثاليه اي اتنين بيتمنوها، علاقه بتظهر حب واحترام الطرفين لبعض وقد ايه هما متفاهمين ومخططين لكل حاجه بيعملوها سوا ومتفقين عليها. احمد ومريم كانوا بيتضرب بيهم المثل في العلاقه المستقره لحد ما جه اليوم اللي احمد اكتشف فيه اكبر صدمه في حياته واكتر خبر سعيد كان مستنيه وبيحلم بيه من زمان. ومن هنا كانت نقطة التحول في حياته وفي حياة مريم. 220 يوم هيكونوا شاهدين على التحول اللي هيحصل في حياتهم ما بين أيام سعيدة وأيام مليانة حزن. وعلشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدأ في البداية على طول. بدايتنا مع بنت قاعدة قدام كتاب مكتوب عليه 220 يوم، وبدقة أكتر نقدر نقول إنها عبارة عن رواية. واللي عايز ألفت انتباهك ليه إن البنت كانت مترددة تفتح الرواية ولا لأ، بس الوضع استقر بيها في النهاية إنها فتحت الكتاب وبدأت تقرأ. والكلام ده ياخدنا عن أحمد ومريم. احمد الزوج اللي بيحب مراته وبيحترمها وبيشاركها كل صغيره وكبيره، سواء كان في شغله او في يومه. ودي تبقى مريم الست اللي بتحب جوزها ومحافظه على بيتها وعلاقتهم مستقره اللي مليانه حب. في الوقت دوت احمد ومريم كانوا بيجهزوا نفسهم علشان يحضروا الندوه اللي معموله عن الروايه الجديده بتاعه احمد. اصلا ما قلتلكش ان احمد كاتب روائي شاطر جدا. وقبل ما نروح للندوه خلينا اعرفك على باقي العيله. دي تبقى ماجدة، واللي تبقى مامة أحمد وعايشة معاهم في نفس العمارة. أما ده يبقى كرم ابن نادية، يعني كرم وأحمد ولاد خالة. وأخيرا دي تبقى عالية اللي تبقى خطيبة كرم، اللي هي تبقى دكتورة اللي بعد كده هنعرف إن هي هتتابع حالة أحمد. وبنشوف إن علاقة كرم وعالية عكس علاقة أحمد ومريم. يعني دول بيحبوا بعض وبيموتوا في بعض، ودول كمان بيحبوا بعض لكن الحب بعلاقة متوترة ومليانة مشاكل. ده غير عدم التفاهم اللي بينهم واللي بيبقى واضح جدا في مكالمتهم مع بعض. يعني وهو بيستعجلها علشان ما يتأخروش على الندوة وشايف انها ضيعت وقت طويل وهي بتجهز نفسها، انما هي شايفة انه عادي جدا يستناها بالساعة والاتنين لحد ما تجهز وتنزل له. وكلمة منه على كلمة منها عملوا خناقة من لا شيء حرفيا. وهو حلف ما يستناهاش وهي حلفت ما تروحش معاه. هي تبان لك مشكلة صغيرة وتافهة، بس بيترتب عليها تراكمات كتيرة جدا جوا كل واحد فيهم. لو محدش منهم اتنازل وصالح التاني، يمكن هو ده السبب اللي خلى مريم تمسك في عالية على جنب وتشرح لها الوضع واحدة واحدة علشان تبطل شوية خناقات ونكدها المستمر. وهقولك على الكلام اللي مريم قالته لعالية بعد ما احكي اللي حصل في الندوة بالظبط. اللي حصل كالتالي: أولا ظهرت معانا شخصية جديدة كانت مصدر إزعاج بالنسبة لمريم، واسمها ملك. ملك دي بقى وقفت على الباب وطلعت تليفونها وهتك يا تصوير في أحمد. وكل دوت وهي آخر فرحة والابتسامة على وشها من الودن للودن. فاللي حصل ده خلى مريم تتضايق جدا ويبان عليها ملامح وشها إنها اتقفلت بمجرد ما شافت ملك. وعلشان كده هعرفك حدوتة ملك ديت في الوقت المناسب، لأن هيكون ليها معانا مواقف تانية ما تختلفش كتير عن المواقف دي. بس بقى السؤال هنا: ملك واحد من الفانز بتوع احمد زيها زي كل الموجودين في الندوة، ولا في سر مستخبي ورا ابتسامتها ديت؟ اصل بيني وبينك كده، يعني ايه اللي يخلي ست تتضايق من ست تانية بتصور جوزها وبتفرح لما تشوفه، الا لو كانت الست التانية دي ليها حكاية ورواية؟ واحدة واحدة كده وكله هيظهر على حقيقته. استكمالا بقى للي هيحصل في الندوة، خليني اقولك ان احمد وهو قاعد في الندوة حس بصداع رهيب جاله فجأة خلاه يفقد تركيزه لثواني ويسترجعه في ثواني برضه. الفكرة ان الصداع اللي حصل دوت بعد ما احمد سمع صوت صفارة في ودنه، وزيه زي صوت الرنة بالظبط. القلق بقى من كل ده ان صاحبنا مهتمش بالموضوع، مجرد ما الصداع اختفى كمل ينادوا عادي جدا. ومش كده وبس، ده كمان حضر الحفلة اللي كانوا عاملينها بمناسبة الرواية الجديدة بتاعته من غير ما يدي اهتمام للموضوع. بما اننا وصلنا للحفلة، فجه دور اني اعرفك الكلام اللي مريم قالته العالية بخصوص خناقتها الكتيرة مع كرم. ساعتها مريم دخلت لها من سكة ان كرم يعني تلاقيه مضغوط علشان ترتيبات الفرح والشقة وفوق ضغط الشغل وكل اللي حصل دوت، واكيد في ضغط عليه، واللي هو يعني الراجل كتر الف خيره بيحاول يفتح بيت في وقت محدش قادر يفتح فيه بيوت. فردت عليها وقالت لها يعني هو الواحد اللي مضغوط؟ ما انا كمان مضغوطه يا ست مريم. هو يتجوز لوحده مثلا؟ من الاخر كده اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. واكبر مثال قدامك اخوه اللي اصغر منه بسنتين متجوز وفتح بيت وبيشوف شغله ومراته وحياته ماشيه زي الفل. وفي نص كلامهم بيشوفوا حسن اخو كرم ومراته وصلوا الحفله. فمن الذوق يعني انهم يروحوا يسلموا عليهم حتى لو كرم وعاليه مش طايقين بعض، وهو بالمرة يباركوا لأحمد على الرواية. فينك يا راجل بعد الجواز اختفيت ومحدش عارف يوصلك؟
قال لهم ابدا يا جدعان، انا موجود اهو، لكن الجواز والحمل بيشغلوك عن اي حاجه تانية. اصل نيره حامل يا جماعه، عقبالكم. طبعا مش محتاج اقول لك ان كلمه عقبالكم دي متوجهه لاحمد ومريم، اصل مفيش غيرهم يعني الاتنين المتجوزين اللي واقفين معاهم. ومن بعد الكلمه ديت واحنا بنشوف ملامح وشهم هما الاتنين اتغيرت 180 درجه. واحمد طبطب على مريم كانه بيواسيها وبيهون عليها. واتضح ان هما الاتنين عندهم تاخر في الانجاب، وقد ايه الموضوع دوت كان مؤثر فيهم وفي نفسيتهم. لكن بيحاولوا يهونوا على نفسهم بأي طريقة. ومن بعد الموقف دوت وبعد ما الحفلة خلصت، مريم حاولت تتخطى اللي حصل بأي شكل من الأشكال. فقالت لأحمد إن الدكتور عرفها إنهم قربوا جدا من موضوع الإنجاب، وإن الحمل ممكن يحصل في أي لحظة. وزي ما قلت لك إن أحمد بيحاول يهون عليها بكل الطرق، وعشان كده قال لها أنا مش متضايق من النقطة ديت، والحمل يحصل براحته في أي وقت، وحتى لو ما حصلش خالص فدي إرادة ربنا، وعمري ما هكون متضايق من حاجة زي ديت لأنها حاجة خارجة عن إرادتنا. تاني يوم أحمد جاله مكالمة من مخرج أفلام بيقوله فيها إنه لازم يتقابلوا علشان يتكلموا بخصوص الشغل اللي اتفقوا عليه. والشغل ده عبارة عن إن المخرج هياخد الرواية بتاعته ويحولها لفيلم. وخبر زي دوت فرح مريم جدا، زي ما انت شايف قدامك. وبالفعل اليوم اللي بعده احمد راح للمخرج واتفق معاه وتمموا الشغل، ومضوا العقد واستلم العربون كمان. المعلومة المهمة اللي عايزك تاخد بالك منها في الموقف دوت هي ان مريم كانت بتشجع جوزها في اي خطوة بياخدها، وبتبقى متحمسة اكتر منه ودايما بتدعمه وبتقف جنبه. واقدر اقولك ان ده كان سبب من ضمن الاسباب اللي مخلي علاقتهم بالمنظر اللي انت شايفه دوت، علاقة مليانة حب وود وتفاهم. وبالرغم من ان اليوم كان لطيف جدا من اوله وحصلت فيه حاجات كتيرة فرحتهم، الا انه انتهى باوحش حاجتين في الدنيا. الحاجة الاولى، ملك بعتت ورد ورسالة لشقة أحمد بتقوله فيها ألف مبروك على الرواية الجديدة. وملك دي هي نفسها ملك اللي ظهرت معانا في الندوة وكانت بتقعد تصور فيه. وده بقى خلى مريم تقف شويتين تلاتة وتقول له ملك في الندوة، ملك بتبعت ورد ورسايل، ملك عارفة عنوان بيتنا، هي إيه حكايتها بالظبط. ساعتها أحمد كان واقف ومش قادر يصلب طوله بسبب الصداع اللي جاله مرة تانية. وعشان يخليها تبطل زن وأسئلة كتيرة قال لها إن ملك زيها زي أي واحدة معايا في ورشة الكتابة. الست تسكت على كده ابدا. قالت له هو معقول يعني الست ملك تحضر معاك 3 ورش ورا بعض؟ وقبل ما تنكد عليه اكتر كان واقف مش قادر يصلب طوله، فسندته لحد ما وصلته للسرير وجابت له مسكن علشان الصداع. وبسبب اللي حصل دوت مريم طلبت منه ما يسكتش اكتر من كده على موضوع الصداع المفاجئ، وانه لازم يكشف في اسرع وقت. وبالفعل تاني يوم راح لعليا علشان تشخص حالته. طبعا زي ما قلت لك في البداية ان عليا ليا تبقى خطيبة كرم تبقى دكتورة. المهم بعد ما عرفها الاعراض اللي عنده والصداع اللي بيجي، قالت له انها هتعمل له شويه فحوصات ومن ضمنهم هيعمل اشعه مقطعيه. اليوم اللي بعده عليا كلمته وقالت له ضروري جدا انه يروح لها مرة تانية علشان لازم يعملوا اشعة رنين في اسرع وقت. ليه؟ لان من خلال الاشعة المقطعية اتضح ان احمد عنده كتلة غريبة على المخ، ولازم يعملوا الاشعة ديت علشان يعرفوا الكتلة دي عبارة عن ايه بالظبط. وللاسف نتيجة الاشعة ما كانتش مبشرة ابدا، واكتشف ان عنده ورم في المخ. ويمكن هو ده السبب اللي خلى عليا تقترح عليه يتابع حالته مع باباها، لأنه واحد من أهم دكاترة الأورام في مصر، وكان طلبه الوحيد منها إنها ما تجيبش سيرة لأي حد عن مرضه، وبالأخص مريم، لحد ما يشوف هيتصرف إزاي. في نفس الوقت دوت مريم كانت مجهزة مفاجأة كانوا بيحلموا بيها طول فترة جوازهم، والمفاجأة إن مريم حامل. ومن هنا بدأت نقطة التحول في حياتهم هما الاتنين. أحمد بقى على طول متضايق ومتلخبط ومش طايق نفسه، ده غير زعيقه وخناقاته مع مريم اللي ما بقتش تخلص. والأنيل من كده انه ما بقاش عايز يتعالج. وبعد ما عليا حجزت له ميعاد مع باباها، احمد قال لها انه خلاص غير رأيه، وانه يعني مش عايز يتبهدل اكتر من كده. فعليا ما كانش قدامها حل تاني غير انها تقول له كلمتين يفوقوه من الهبل اللي هو بيعمله دوت. وعلشان كده قالت له انت بتقول الكلام دوت وانت لسه في اول الطريق وما تعرفش هتكمل ازاي بعد كده. بلاش دي، بص لحياتك الجديدة يا سيدي، لمريم والبيبي اللي جاي في السكة. مش هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه وتتمنى انه يحصل من زمان؟ نسيت قد ايه كان نفسكم تخلفوا؟ فبعد ما اللي كان نفسك فيه حصل، عايز تقف لحد هنا وما تكملش طريق للاخر؟ وكملت وقالت له بص يا احمد، بكره لو لقيتك ما جيتش في الميعاد اللي بعته لك هاجي واخدك من بيتكم. وزي ما قلت لك احمد بقى دايما متلخبط وتايه، وحاله اتبدل 180 درجة وما بقاش مركز في اي حاجة غير الكتابة وبس. فرتب ورقه وبدأ رواية جديدة بعنوان أنا خايف. كتب فيها خايف للقدر ياخدني لنفس مصير أبويا، لكن جايز يكون حظي أحسن من حظه. الفرق الوحيد اللي بينا هو إنه ما كانش عارف إنه هيموت، وده السبب اللي خلاه ما يعملش حساب ويسيب لي أي ذكريات بينا أو أي حاجة تفكرني بيه. كنت أسمع عنه من الناس، كان اتنين، واحد نفسه يعرف ويسمع كل حاجة، والتاني يسد ودنه ومش عايز يسمع أي حاجة. اللي هو أنت مين أنت عشان تكلمني عن أبويا؟ المفروض انا اكتر واحد يبقى عارفه وعارف عنه كل تفاصيل حياته. كل يوم كنت بكبر فيه كنت بتأكد اني معرفهوش واني مش فاكره، وده اكتر احساس خايف منه على اللي جاي.
مريم اللي خايف ان مصيرها يكون نفس مصير امي. ونقف لحد هنا ثانيتين تلاتة كده قبل ما افهمك قصد احمد من الكلام ده كله. ونروح عند مريم في الوقت ده. صاحبتنا كانت حاجزة ميعاد عند الدكتور سمير علشان تطمن على حملها، فقررت تروح هي واحمد. وهناك بعد ما الدكتور شيك على كل حاجة قال لأحمد انت قدامك 220 يوم وتبقى أب يا بطل. الكلام ده بقى يخلينا أفكرك بأهم معلومة كنت قلتها لك، وهي في نفس اليوم اللي مريم اكتشفت فيه انها حامل، احمد اكتشف انه عنده مرض في المخ. وبما ان لا هو يعرف باقي له قد ايه ويموت، ولا حتى الدكتور يقدر يحدد الفترة اللي باقي له، فما بقاش قدامه غير فترة الحمل اللي الدكتور حددها. هي هتكتب له عمره جديد ويعيش 220 مع مراته لحد ما تولد ويشوف ابنه اللي طول عمره بيتمناه من الدنيا، يا اما يموت قبل ال 220 يوم دول ما يخلصوا وما يلحقش يتهنى بابنه. وبالتالي حياته بقت مرتبطة بال 220 يوم اللي جايين. لكن إرادة ربنا تبقى فوق كل شيء وفوق اي مواعيد ممكن الدكاترة تحددها. بس ده ما يمنعش ان اوصف لك احساسه في اللحظة ديت واقول لك هو ما كانش مستوعب باللي بيحصل معاه، ما كانش عارف يزعل ولا يفرح. يزعل علشان مرضه اللي فرصة شفاه منه ضعيفة جدا وعلاجه اللي بيعتبر معجزة، ولا يفرح بانه اخيرا هيبقى اب وحلمه بيتحقق. بس من جواه هو مش عايز يحس بالعجز ولا يقف مكانه مستني الموت او المعجزة اللي هترحمه من كل ده. امال هو عايز ايه بقى؟ هو يا معلم عايز يتحدى المرض والألم والوقت ويسيب ذكرى لابنه اللي جاي، حتى لو هيعيش اللي باقي من عمره 220 يوم بس. وعلشان كده أحمد قرر إنه يكتب روايته الجديدة بعنوان 220 يوم، ويهديها لقارئ واحد بس وهو ابنه اللي لسه ما جاش الدنيا، ولا عينيهم جات في عينين بعض حتى. وعشان كده كتب له في عالم الروايات بيختصروا الوقت وبيختاروا أسعد اللحظات. ويمكن ده السبب اللي خلاني أتخيل اللي ممكن يحصل بعد ولادة ابني. أحمد قال أنا متوقع إنك هتكون ولد وعشان كده هسميك عيسى. امك هتبقى احن واحدة عليك في الدنيا دي كلها، وماجدة هتحبك اكتر من نفسها، اصلها مستنياك من دلوقتي. اما دي فتبقى نادية البسكوتية بتاعة العيلة اللي هتدلعك دلع مفيش بعده. حلو لحد هنا حلو. نروح بقى للواقع شوية بدل عالم الروايات اللي كنا فيه. في الواقع بنشوف الدكتور اللي هو بابا عالية بيقول لأحمد إنه لازم يعمل عملية في أسرع وقت، وسواء كان الورم خبيث أو حميد فبرضه هيحتاج لتدخل جراحي، لأن من بعد العملية هيقدروا يحددوا نوع الورم. في اللحظة ديت الدكتور حاسس ان احمد بدأ يقلق ويتوتر من كلامه، فحب يطمنه وقال له انت لازم تخلي ايمانك بربنا كبير وان شاء الله هتعدي. وقبل ما ننقل لاحداث جديدة خلينا افهمك، هو احمد نهى يعمل رواية 220 يوم. الموضوع ما فيه انه مش عايز يتكرر مع ابنه نفس اللي حصل معاه وهو صغير، يعني يكبر ما يعرفش حاجة عن ابوه ويسمع من الناس ويتحكي له عنه. وبالتالي فهو بيكتب الرواية ديت علشان ما يحتاجش لحد فيما بعد. تمام لحد هنا؟ لا مش تمام، لان مريم كلمت احمد وقالت له يلحقها بعد ما حصل معاها حاجه غريبه جدا. حست بألم في بطنها ونزلت كام نقطه دم بشكل مفاجئ، لكن الموضوع طلع بسيط والحمل تمام والبيبي كمان كويس. في المشهد الاخير وهم راجعين من عند الدكتور احمد جاله صداع للمره التانية، وحس بنفس الاعراض اللي بيحس بيها كل مره، بس المره دي التمن كان غالي. ولانه قفل عينه مره واحده من وجع الصداع ما اخدش باله من الطريق، فعملوا حادثة وعربية دخلت في عربيتهم وده شملتها بمعنى الكلمة. وبس كده، هي دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية؟ يا ريت تتابعونا لو الحلقة عجبتكم، وتستنوا ان شاء الله اللي هيحصل في الحلقات الجاية. ويا ريت لو عندكم اي وجهة نظر تكتبوها لنا في تعليقات عشان نحسن منها. وبس كده، في الاخر سلام.